كام مرة رُحت مقابلة عمل وحسيت إنك ما عرضتش مؤهلاتك بالشكل المناسب أو كنت متوتر وخايف وأنت بتتكلم في المقابلة؟ وكام مرة اتعرضت للرفض في المقابلات بالرغم إنك شايف إنك مؤهل جدًا وعندك كل اللي محتاجاه الوظيفة؟ خلّيني أعرّفكم بنفسي، أنا اسمي محمد ياسر، أنا باشتغل في الHR لأكتر من 10 سنين دلوقتي، اشتغلت في شركات وصناعات مختلفة، وخلال ال10 سنين دول أنا عملت مئات الinterviews في مجالات ووظايف كتير مختلفة. اللي شجعني أعمل الكورس ده إني دايمًا وأنا باعمل مقابلات كنت بالاقي ناس كتير شاطرة ومؤهلة، ولكن ما عندهاش القدرة أو المهارة إنها تعرض المؤهلات دي في مقابلة العمل، وأحيانًا كان في ناس بتكون متوترة وقلقانة، وده كان بيأثر على أدائهم خلال المقابلة، وده اللي شجعني أعمل الكورس ده. في الكورس ده هاجاوبك على كل الأسئلة اللي أنت محتاج تعرفها عن مقابلات العمل. هنتكلم عن إيه هو الهدف من المقابلة، وإيه أنواع المقابلات اللي أنت ممكن تتعرض ليها وأنت بتقدم على شغل، وهامشي معاك خطوة بخطوة من ساعة ما تجيلك المكالمة إنك عندك انترفيو قريب لغاية ما تتقبل في المقابلة ويجيلك الجوب أوفر. هنتكلم إزاي ممكن تحضر المقابلات، وإيه أهم الاستعدادات اللي لازم تعملها قبل أي مقابلة، وهقول لك على أهم النصايح اللي تاخد بالك منها عشان تسيب انطباع جيد في مقابلات العمل، من أول طريقة الكلام، تلبس إيه، البادي لانجوج بتاعتك، تروح إمتى وتروح قبلها بقد إيه، وإيه هي أهم الأخطاء الشائعة اللي تحاول تتجنبها أثناء المقابلة. وهشرح لك كمان إزاي ال HR بيقيمك في المقابلة، وإيه أهم المعايير اللي هو بيدور عليها من أسئلته ليك، وكمان إيه أكتر الأسئلة الشائعة اللي أنت ممكن تسألها في مقابلات العمل، وإيه الطريقة الأنسب للإجابة على الأسئلة دي. أسئلة زي نقاط القوة والضعف والراتب المتوقع وليه عايز تمشي من شركتك، كل الأسئلة دي هنجاوب عليها. وهقول لك كمان إزاي تعرف الفيدباك في نهاية الانترفيو، وإزاي كمان تعمل فولو أب بعد نهاية المقابلة. اشترك في الكورس ده دلوقتي عشان تعرف إزاي تزود من فرصة قبولك في مقابلات العمل.